طيب انا دلوقتي عرفت وفهمت تسويق وعرفت ايه هو العميل بتاعي. خلاص بقى انا عايز ابدا اعرف ازاي اخش في الماركت، ازاي البراند بتاعي هيفرق معايا، ازاي انا عايز اعرف آم، اخش في المنافسه، ازاي اكون راجل عنتيل في السوق، وازاي اكون ماركت راجل كده تقيل في السوق. الناس بتعمل لي 100,000 حساب، وبالعكس الناس تعمل اناليسز ليا، تحللني من في وسط المنافسين. ازاي اكون راجل عندي شخصيتي في السوق. ده بكل بساطه اللي هنتكلم عليه في السيشن ده. السيشن ده فيه بيزكس كتيره بس ان شاء الله باذن الله يعني تكون طالع باعلى استفاده من السيشن دي. عايز قبل ما اخش في تفاصيل السيشن عايز اوضح لك الفرق ما بين حاجتين مهمين جدا جدا. اول حاجه، انا عندي نوعين من السوق. السوق الاول او النوع الاول من السوق هو البلو اوشن، والنوع الثاني هو الريد اوشن. ايه هو البلو اوشن والريد اوشن؟ طيب بكل بساطه من اسمه كده، البلو اوشن هو السوق الازرق. السوق الازرق ده اللي هو ايه؟ حجم المنافسه عليه منخفضه تماما، يعني مش عليه منافسه عاليه. وده طبعا ليه مميزات وليه عيوب. تمام، احنا مش هنخش في التفاصيل دي، انت مش هتفيدك بشيء. تمام، انت طبعا لو حابب انك انت تعرف تفاصيل اكتر من الحاجات دي انت ممكن تعمل عليها ريسيرش عادي. تمام. طيب النوع التاني من السوق وهو الايه؟ الريد اوشن. الريد اوشن ده اللي هو بيكون حجم المنافسه عليه عالي. تمام. حجم المنافسه عليه عالي ازاي؟ زي ايه مثلا؟ زي الاكل، زي الشرب، زي الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نستغنى عنها، زي اللبس. فده يعتبر من الريد اوشن. تمام. البلو اوشن الحاجات بقى اللي هي نادرا جدا ما يكون عليها الطلب، يعني تختلف اختلاف تام عن الاكل والشرب. زي مثلا خدمات الاستشارات او الخدمات الاستشاريه، هل عليها الطلب بشكل كبير؟ هل هي مثلا من ضمن الريد اوشن؟ هل كلنا ما نقدرش نستغنى عن الاستشارات؟ بالعكس، حجم المنافسه عليها قليل جدا. عكس الريد اوشن، عكس الاكل والشرب. لو جينا حطينا مقارنه كده ما بين كفين، حطيت في ايدك اليمين الاكل والشرب، وحطيت في ايدك الشمال الاستشارات او ان حد او انك انت تستشير حد، بالعكس كفه الاكل والشرب هتطب. تمام. فده بكل بساطه الفرق ما بين الريد اوشن والبلو اوشن. طيب انا عايز احضر نفسي بقى. اولا بعد ما انت عارف انت ايه المنتج اللي انت هتقدمه او الخدمه اللي انت هتقدمها، قبل ده كله انت محتاج تحضر لثلاث حاجات مهمين جدا: الماركتنج اناليسز، والماركتنج ريسيرش، والماركتنج بلان. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ اولا كده الماركتنج اناليسز وهو التحليل التسويقي، انت بتحلل السوق بتاعك وهنعرف ازاي الكلام ده. والماركت ريسيرش الاثنين ليهم علاقه ببعض، البحث التسويقي. الاثنين بيكملوا بعض، لا كمان لا، ثلاثه بيكملوا بعض. ولكن الماركتنج بلان انت بكل بساطه انت زي ما قلنا كده، دي الخريطه بتاعتك، الخريطه اللي انت هتمشي عليها، اهدافك، البادجت اللي انت هتستخدمها. طبعا هنعرف تفاصيل اكتر عن الماركتنج بلان ان شاء الله باذن الله في بقيه الليسون ده كله، ان شاء الله هنعرفه في الليسون ده باذن الله. تمام. طيب انا عايز اعمل اناليسيس، عايز احلل السوق بتاعي. بص يا سيدي، طيب اول حاجه انا بعرفها زي ما قلنا الماركت سايز او حجم السوق. هل هو من ضمن الريد اوشن ولا البلو اوشن؟ هل حجم المنافسه عليه عالي؟ هل حجم المنافسه عليه قليل؟ معدل نموه، هل هو مثلا مثلا ايه الاوقات اللي في السنه اللي بيكون البيزنس ده او اللي بيكون المنتج ده الطلب عليه عالي؟ تمام. ايه هي اتجاهات السوق او الترندز؟ هل مثلا السوق زي ما قلنا بيجي مثلا في سنين او سنوات من السنين بيقع؟ تمام. هل هو مثلا بيجي في اوقات المبيعات بتخيش؟ باختصار كده انا بخش في تفاصيل الايه؟ تفاصيل السوق. خليني اضرب لك مثال كده بسيط. مثلا لو جينا قلنا مثلا، هل لو جينا قارنا مثلا لاعب في الدوري الاوروبي، تمام، مقارنه او مثلا فريق في الدوري الاوروبي او دوري مثلا من الدوريات الاوروبيه الكبرى، وليكن مثلا مثلا الدوري الفرنسي. حلو الكلام. الدوري الفرنسي فيه باريس سان جيرمان بس. هل ان انا ينفع اقارن الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه بالدرجه الاولى؟ هل ان انا ينفع اخش في المقارنه دي؟ هل فريق من الدرجه الثانيه يقدر ان هو يخش في منافسه على طول من فريق من الدرجه الاولى؟ خلينا في الدوري الانجليزي الممتاز بما انه في لعيبه يعني كتير قوي حلوه. هل ينفع ان انا اقارن فرقه من الدوري الدرجه الثانيه بفرقه من الدوري الدرجه الاولى، او من اول خمس مثلا فرق من الدرجه الاولى؟ هل ينفع ان انا اقارن من ده؟ او هل ينفع ان انا اخش مثلا في المنافسه فريق مثلا من الدرجه الثالثه او من الدرجه الرابعه يخش في منافسه فريق الدرجه الاولى على طول من غير ما يحضر او من غير ان هو يتاهل للدرجه الثانيه؟ نفس الكلام انت بالظبط كصاحب بيزنس، انت بتبدا من الصفر. انت حرفيا لو بتبدا من الصفر انت كده مثلا هنقول من الدرجه الصفريه اللي تحت خالص
فما ينفعش تيجي وتقول احنا بنقدم خدمه 1 2 3 واحنا افضل ناس بنعملها في السوق. كله بيقول كده، ولكن انت لازم تعرف ازاي تكون البقره البنفسجيه. ايه البقره البنفسجيه دي؟ البقره البنفسجيه هي بتكون تكون انت المختلف عن الناس. ازاي تكون انت شخص مختلف عن المنافسين بتاعوتك. تمام. تحليل العملاء طبعا احنا اتكلمنا فيه، زي ان انا اعمل كاستمر اناليسز. طب ازاي انا اعمل كاستمر اناليسز؟ اتكلمنا عنها والله في السيشن اللي فات، احنا قلنا الباير بيرسونا بتاعتنا وكمان عرفنا حاجه مهمه جدا، ازاي ان احنا نطلع باير بيرسونا. الكلام ده اتكلمنا فيه في السيشن اللي فات. تمام. يبقى انت فهمت بالظبط ايه الحاجات اللي لازم تعرفها علشان تعمل ماركت ريسيرش. بكل بساطه الكلام ده انت هتعمله ازاي؟ انت بتعمل ريسيرش يا باشا من عندك. تمام. هو ليه يعني طريقه معينه، ولكن طبعا عشان انا اتكلم في حاجه زي كده هو محتاج كورس لوحده. يعني عشان نعمل حاجه زي كده هو محتاج كورس لوحده، ولكن انت طالما اكتفيت او فهمت المقصد من الموضوع خلاص، انت مش هتحتاج ان انت خلاص ان انت تاخد كورس ولا حاجه. خلاص انت اهم حاجه تعرف الايه الفكره دي بشكل عام. انا اللي يهمني بس في الليستايه دي ايه؟ الكومبيتيتور اناليسيز. انا ماليش دعوه، سيبك يا عم من حجم السوق، سيبك من معدل النمو، سيبك من اتجاهات السوق. انا اللي عايزك تعرفه بس المنافس. ده اهم حاجه عندي. تمام. لحد دلوقتي شوف، انا اول مره اقول الكلام ده من اول بدايه الكورس. انا عندي ده كفيل ان هو يغير لي بيزنس كامل، ان انا احلل المنافس بتاعي. تخيل معايا كده يا صديقي ان انت بتختصر طريق كامل بس عشان انت تعرف تحلل المنافس بتاعك. المنافس بتاعك لو عرفت ان هو شغال ازاي وايه هي السكرت او الخلطة بتاعته، باختصار كده انت هتنجح زيه. فهمتني؟ فحرفيا انت يعني دي اول حاجة كده، بنفيتس كده عايدة عليك. لو انت اشتغلت عليها انت خلاص، انت مش هتحتاج ان انت تخش في تفاصيل التفاصيل. حلل المنافس بتاعك كويس وطبق الكلام اللي احنا هنقوله. تمام. طب انا هحلل المنافس بتاعي ازاي؟ خد يا باشا، عندك النموذج ده BBMP. معلش خليها بطريقه يعني علميه شويه عشان البي خفيفه فلازم ننطقها PPMPSW عشان الناس طبعا المحنكه في الانجليزي ما تنتقدنيش طيب النموذج ده بكل بساطه هو اختصار للمنتج البرودكت، والسعر البرايس، والماركتنج التسويق، والبي البراندنج، والاس والدبليو نقاط القوه ونقاط الضعف. تمام. طيب انا دلوقتي اقدر احلل الحاجات دي ازاي؟ بص يا سيدي، اولا كده احنا قلنا في السيشن دي احنا هنعرف نعمل ازاي ماركتنج بلين او ماركتنج اناليسيس. خليني كده ابدا بنقاط القوه ونقاط الضعف. احنا هنتكلم فيها في الايه؟ هنتكلم فيها في السوات اناليسيس. تمام. الناس اللي هي مش عارفه السوات اناليسيس ده اسلوب لتحليل الايه؟ لتحليل الوضع بتاع السوق بتاعك. هنعرفه ان شاء الله كمان شويه. اللي انا عايزك تعرفه بس ازاي تحلل المنافس بتاعك. انا ازاي اعمل تحليل المنافس بتاعي؟ انا بحلل المنافس بتاعي من ناحيه المنتج اللي بيقدمه، والسعر، والتسويق، والبراندنج كمان. شكله عامل ازاي؟ مثلا معلش عشان الناس اللي ما تعرفش البراندنج، ايه الهويه اللي بيستخدمها؟ شكله عامل ازاي؟ البيجز بتاعته بتاعت الفيسبوك والانستجرام، الهويه بتاعت السوشيال ميديا بتاعته شغاله ازاي؟ عامله ازاي؟ شكلها عامل ايه؟ التسويق، طرق التسويق بتاعته ايه؟ الاستراتيجيه اللي ماشي عليها؟ ايه الفكره او اللاين اللي ماشي عليه؟ ايه استراتيجيه التسعير اللي ماشي عليها؟ الكلام ده كله حرفيا بيتم. ايه هي استراتيجيه التعامل مع العميل؟ خلي بالك الكلام ده بيفرق تماما برضو. تمام. طب ازاي استراتيجيه التعامل مع العميل؟ بص يا باشا، اولا كده الماركتنج بلان او الاناليسز اللي انت بتطلعها حوالين المنافس، الموضوع ما بيتحضرش في يومين او ثلاثه حرفيا، عشان الموضوع ده فيه جدال كبير جدا. هو الموضوع بسيط جدا، انا بكلمك الموضوع في عناوين مش بنفذ. حرفيا انت ممكن تاخد شهر او شهرين اقل حاجه عشان تطلع بتحليل منافس، او تطلع بماركتنج بلان كامله، او تطلع باستراتيجيه كويسه للمشروع بتاعك. الكلام ده حرفيا تقيل. تمام. بس انا بكلمك في عناوين، وانت كصاحب بيزنس او انت كميديا باير تبدا ان انت بقى ايه يا باشا تمسك كده العناوين دي وتبدا تشتغل عليها واحده واحده. الموضوع بيعتمد عليك انت شخصيا كميديا باير او صاحب بيزنس. طيب خلينا واحده واحده. انا دلوقتي احلل المنتج ازاي؟ اشوف هو بيبيع ايه، المنتجات اللي بيبيعها، ايه المنتجات اللي ناجحه عنده، ايه الوينر كامبين اللي بيستخدمها للمنتج ده.
تمام، المنتج ده من ريد اوشن ولا بلو اوشن، حجم المنافسه عليه عاليه ولا حجم المنافسه منخفضه، السعر بتاعه كويس ولا لا، السعر بتاعه منخفض، عامل عروض ولا لا، الميزه التنافسيه بتاعته هل بتكون في المنتج، هل بتكون في السعر، هل بتكون في التسويق. تمام. وكمان نقاط القوه ونقاط الضعف، هو عنده ايه نقاط القوه بتاعته، هل هي في المنتج، هل هي في السعر، هل هي في التسويق، هل هي في البراندنج، هل هي مثلا في هل مثلا نقاط القوه بتاعته مثلا في العلاقات. تمام. في نقاط قوه كتيره جدا وعوامل كتير نقاط القوه ممكن نحددها. ونقاط الضعف بتاعته ممكن يكون الريفيوز عنده مش كويسه، ممكن تكون البراندنج عنده مش كويس، ممكن يكون الماركتنج عنده مش كويس، ممكن يكون المنتج عنده برده مش كويس، ممكن يكون السعر مش كويس. ده بكل بساطه انت بتعمله يا باشا كده في برزنتيشن حلو لطيف شبهك، ايه يا باشا بتحدده. طب انا عايز اعرف ازاي اطلع تحليل للحاجات دي كلها، انا ازاي احلل المنتج وازاي احلل السعر وازاي احلل التسويق. انت اول حاجه بتروحها يا باشا طالما انت بيزنس اونلاين او طالما انت قاعد في بيتك ومعاك اللابتوب ومعاك التليفون، انت اول حاجه تعملها تروح للويب سايت، تروح للويب سايت العميل. ودي من التولز اللي احنا اللي احنا بنشرحها هنا اهو، اللي هي احنا اول حاجه بنعرفها. وليه انا اتكلمت على الويب سايت بالذات؟ لان لو انت بزنس ومش عندك ويب سايت فحرفيا انت متاخر تماما، لان في اكتر من 3 مليون ويب سايت دلوقتي موجود يا باشا، وكله بيستخدم الويب سايتس دلوقتي. تمام. تمام ان شاء الله. طبعا احنا في الكورس ده احنا هنعرف ازاي نعمل ويب سايت وازاي بكل بساطه نخش في التفاصيل دي، بس انا مش عايزك تستعجل معايا. تمام. البيج سبيد انسايت، تمام، البي اس اي دي بكل بساطه اختصار البيج سبيد انسايت، هي اداه من جوجل بتديك تقرير حوالين اداء الويب سايت بتاع العميل. انا بكل بساطه في الادوات دي مختصر لك 3 حاجات انت ممكن تستفيد منهم من الجدول ده. الويب سايت بتاع العميل شغال ازاي، وحرفيا الويب سايت ده انا ممكن اطلع منه داتا، يعني ممكن اعرف العميل ده ايه الخدمه اللي بيقدمها وايه سعرها. انا كده بطبق بطبق البي بي ام بي اس دبليو دلوقتي. تمام. ايه البراندنج بتاعه، ايه هي نقاط القوه نقاط الضعف بتاعته، من الباد ريفيو ولا الجود ريفيو، الكونتنت بتاعه كويس ولا لا، هل هو مفعل كامبين ولا لا من خلال الفيسبوك اد لايبراري، بعرف ده. ده بكل بساطه بعض الادوات. في ادوات تانية وفي تولز كتيره جدا، ممكن تستخدم الاي اي، ممكن تستخدم شات جي بي تي في الريسيرش ده وفي في الاناليسيس ده. تمام. ده يا باشا بكل بساطه نموذج تحليل المنافس بتاعي. يبقى انا بحلل المنافس بتاعي من المنتج ومن السعر ومن التسويق والبراندنج ونقاط القوه ونقاط الضعف بتاعته. خلاص انا خدت الداتا بتاعت الكلام ده كله بحطها في برزنتيشن، ولو انا ميديا باير بعرضها للعميل. طيب انا دلوقتي اعرف الترند السوق بتاعي ماشي ازاي، عايز اعرف المنتج بتاعي ده تمام في السوق ماشي ازاي. قبل ما اخش طبعا في حته المنافس وتحليل المنافس والكلام ده كله، اول حاجه في اداه اسمها جوجل ترندز. تمام. جوجل ترندز بكل بساطه انت بتدور تمام على البيزنس بتاعك، ولكن مثلا استشارات هندسيه، خلينا في البلو اوشن، استشارات هندسيه. تمام. خلينا في معلش في البلو اوشن اهو. تمام. خلينا نشوف كده. خلي بالك بقى علشان التول دي ان هنستخدمها بشكل كبير جدا بعدين. تمام. وهتعرف ايه وامتى. تمام. مستوى الاهتمام على مدار الوقت، شايف عشان اقول لك ان حجم المنافسه عليه قليل، واخد بالك انت. تمام. فخلينا طيب احنا نحط مثلا اخر 30 يوم نشوف نشوف حجم المنافسه على بص حجم المنافسه في مصر. بص استشارات هندسيه حجم منافسه 100%. خلي بالك بيقول لك هنا 95 دي 95% مش 95 شخص، 95%. 100 هنا حجم الاهتمام 100%، ده يوم 29. يعني معدل البحث نفسه يعني بالذات في محافظه القاهره. خلينا نحط مثلا بلاش مثلا مصر، خلينا نشوف السعوديه. عايزين نعمل كده مقارنه ما بين الاسواق. تمام. المملكه العربيه السعوديه، انا متاكد ان السعوديه تكون اكتر من مصر بالنسبه للاشتراطات الهندسيه. بص حرفيا انت عندك مستوى الاهتمام اخر 30 يوم من اول 10 ابريل لحد 28 ابريل، حجم حجم المنافسه او يعني حجم البحث على الخدمه دي. هل جوجل ترندز او هل يعني البحث على جوجل هو اللي بيحدد لي يعني مستوى الاهتمام بالخدمه دي؟ لا بالعكس، يعني انت في حاجات تانية، بس انت بتعمل ريسيرش، انت بتعمل بحث. الريسيرش ده بيكون بناء على انت. تمام. انت هتشوف اهتمام الناس بالمنتج بتاعك ازاي. خليني اعمل كده مقارنه بسيطه ما بين مجالين في البحث، مجال الجرافيك ديزاين ومجال الديجيتال ماركتنج. تمام.
ده اختصار يعني جرافيك ديزاين وديجيتال ماركتنج عشان الناس يعني اللي مش فاهمه. تمام، انا بحاول على قد ما اقدر انزل تحت خالص عشان الناس اللي لسه بتتعلم تكون فاهمه كويس انا بتكلم في ايه. الديجيتال ماركتنج طبعا ده مجال التسويق الالكتروني، احنا هنعمل عليه بحث كده على جوجل ترند، ونفس الكلام برضو على الجرافيك ديزاين، ونعمل زي نظام مقارنه كده نشوف مين اللي عليه بحث اكتر. تيجي نشوف فين مثلا، نبدا فين؟ تعال نبدا في السعوديه. خلينا اهو ندور مثلا على الجرافيك اهو، جرافيك دي، او خلينا نشوفها مثلا بالعربي. تمام عادي جدا، تصميم الجرافيك في المملكة العربية السعودية، مستوى الاهتمام آخر 90 يوم. يعني أنا شايف إن هو يعني منافسة برضو كويسة جدا على الإيه، على الجرافيك ديزاين، ما شاء الله ثابت يعني ما بينزلش. خلينا طيب نشوف الإيه، التسويق أو الديجيتال ماركتنج يعني التسويق، تسويق إلكتروني. تمام، خلينا نشوف آخر 90 يوم نفس الكلام برضو. تمام، الموضوع هنا عليه برضو منافسة من اول مثلا هنا 18% 24% لحد النهارده 1/5 35%. وخلي بالك انت تقدر تطلع الايه، البلدان. مثلا المنطقة الشرقية دي هي اكتر منطقة مهتمة ببحث في المجال ده بالذات 100%. تمام، فالموضوع على فكرة بيختلف، وكمان بيفرق معاك لما بتيجي تعمل في اعلانات جوجل. وان شاء الله باذن الله في السيشنات اللي جايه احنا هنعرف ازاي نعمل اعلانات جوجل، فالموضوع ده برضو بيفرق معاك جدا. تمام، ده بكل بساطة الايه، ممكن بقى يطلع لك بقى حاجات يعني ليها علاقة بالخدمة اللي انت بتقدمها. طيب دخلنا بقى على الجزئية التانية وهي السوات. يعني ايه السوات؟ وانا متأكد ان في ناس كتير قوي بتسمع المصطلح ده. ايه السوات اناليسيز؟ بص يا سيدي، انت عندك السوات هو اختصار لاربع كلمات: السترينث والويكنس والاوبورتيونيتيز والثريتس، نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات او التحديات. تمام، طيب انت حرفيا الاربع حروف دول بيحللوا وضعك. تمام، بيعرفوك انت دلوقتي عامل ايه او عامل ازاي. هل انت مؤهل انك انت تخش في السوق؟ هل انت مؤهل انك انت تخش في المنافسة؟ ده اللي بيحدده الوضع او تحديد الوضع الحالي للسوق بتاعك من خلال السوات اناليسيز. طيب انا عندي السوات اناليسيز بينقسم لقسمين. السوات اناليسيز او نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ممكن تعملهم للماركت، للام، وللبيزنس. يعني انا عندي السوات بينقسم لقسمين، قسم انا بسميه الام وقسم انا اسميه البي. يبقى انت لازم تعمل اسوات للماركت ولازم تعمل اسوات للايه، للبيزنس بتاعك. طبعا خلاص احنا عرفنا هنعمل ازاي الاسوات للبيزنس بتاعي. طب انا هعمل ازاي اسوات للبيزنس بتاعي؟ اولا كده زي ما قلنا بنفتح كده شيت او ورقه، تمام، بنطلع بيها نقاط القوه، ايه اللي بيميزني في السوق. تمام، لو انت بقى ميديا باير او لو انت شخص ماسك مشروع او لو انت صاحب بيزنس. لو انت ميديا باير انت بتقعد ما بينك وبين صاحب البيزنس، خلاص بتقول له احنا بنتميز في ايه، ايه هي الميزات بتاعتنا، السعر بتاعنا عامل ازاي، المنتج بتاعنا بنوفر كافة احتياجات الراحة ولا لا، بنوصل خلال 24 ساعة ولا 48 ساعة، المنافس بتاعنا بيوصل في اقل من كده يا عم، لا ده تبقى نقاط ضعف. تبدا تحدد نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعه البيزنس كامله بعد ما تقراه وبعد ما تفهمه وبعد ما تعرف وضع البيزنس في انهي جزء من الفانل. لازم حرفيا تعرف المنتج اللي بيقدمه او الخدمه اللي بيقدمها ايه هي نقاط قوتها وضعفها. ما ينفعش تخش كده في السوق وتعمل كامبينز وتعمل ويب سايتس وتعمل كونتنت ويلا هات لي تيم تسويق وبتاع وانت مش عارف ان انت ممكن يكون عندك نقاط قوه ونقاط ضعف كبيره جدا، او العكس عندك تهديدات كبيره للبيزنس. البيزنس بتاعك مثلا بلو اوشن. يعني انا بستغرب جدا من شركات اللي هو احنا هنعمل كامبينز كتيره جدا وانا داخل في مجال اصلا في البلو اوشن، يعني مجال مثلا زي الاستشارات الهندسيه. تمام، محتاجين يعملوا كامبينز بمبالغ كبيره جدا وانت ما تعرفش ان انت في بلو اوشن. لازم تكون دارس وعارف الوضع وفاهم الكلام ده كله، مش تخش كده في السوق مره واحده. فاهمني؟ فده بكل بساطه اهميه السوات. السوات هي الايه، هي حرفيا الخريطه بتاعت الايه، يعني شكل الخريطه او فريم الخريطه. فده اهميه السوات اناليسيز
وانك لازم يكون او لازم تكون، حتى لو انت مش فاهم فيها او مش عارف انك انت تعملها، لازم أن تجيب شخص شاطر يطلعها بالتفصيل ويعملها لك في برزنتيشن كده ويسلمها. انا شخص ما بعرفش اعملها، بس انا صاحب بيزنس وفاهم، اقدر يا باشا اطلع نقاط الضعف ونقاط القوه بتاعتي. نقاط القوه باختصار الميزات التنافسيه بتاعتي اللي انا بقدمها، الاستاتيك، تمام. نقاط الضعف بكرر وبعيد تاني، انا بحب اعيد تاني عشان ايه تكون معاك المعلومه واضحه. الضعف الحاجات اللي المنافس ممكن يكون بيقدمها وانا ما بقدمهاش، تمام. الفرص، فرصي في السوق، هل مثلا الحجم الماركت بتاعي عالي، ممكن مثلا حجم التنافس بتاعي ممكن يكون قليل بس انا بقدم خدمه كويسه وفيها بيع. ممكن تكون مثلا من ناحيه بالنسبه للفرص، عندي العلاقات بتاعتي، ممكن اسوق بالعلاقات، بس عندي مثلا الفرص بتاعتي معين مثلا تيم شاطر. خلي بالك انت بتحط كله في الاعتبار، كله البيزنس بتاعك كله. عندي تيم شاطر ما شاء الله، من ضمن برضو نقاط القوه، فدي تعتبر فرصه جدا ان انا اخش في السوق بسرعه. التهديدات بقى، عندي حجم منافسه عالي، تقدر تطلع المشاكل المشاكل مثلا بتاعت البيزنس بتاعك، مثلا محتاج مثلا عملاء بشكل كبير، محتاج موارد بشريه كبيره، محتاج انك انت تصرف بادجت، فدي من ضمن التهديدات، تمام. محتاج انك انت تصرف بادجت عاليه في الاعلانات، الكونفرجن بتاعتك عاليه، لحاله ناجحه سعرها عالي، تمام. طيب عندي نموذج تاني، تمام، للايه، لتحليل الوضع، والنموذج ده مهم جدا وفي ناس كتيره جدا ما تعرفوش، وهو البورترز 5 فورسز. يعني ايه؟ اولا كده بورترز ده مش صفه ولا حاجه، لا، بورترز ده واحد محترم اسمه مايكل، تمام، اسمه مايكل بورتر. ومايكل بورتر ده هو اصلا استاذ في كليه اداره الاعمال بجامعه هارفارد، يعتبر واحد اصلا من اهم المفكرين في مجال الاداره الاستراتيجيه. واخد بالك انت؟ خلي بالك انت، مجال الاداره الاستراتيجيه ده، ايوه فعلا الراجل ده هو اللي ايه، اللي استخدم قرارات الاستراتيجيات. يعني هو الراجل باختصار كده هو اللي استخدم استراتيجيات التسعير والتوسع راجل عنتيلي، يعني راجل تقيل جدا في السوق، تمام. هو اللي مخترع لعبه الاستراتيجيه والكلام ده كله، تمام. الراجل ده برضو قال لك انك لازم تكون محلل قبل ما ايه، ما تخش في السوق. طب ايه هو النموذج الخمس قوى ده؟ بكل بساطة هو اطار، بالعربي هو اطار عمل استراتيجي بيستخدم لتحليل مستوى التنافس داخل اي صناعة، وبيساعد الشركات في فهم هيكل السوق اللي بيشتغلوا فيه. ده هو اطار، يعني نموذج استراتيجي بنستخدمه لتحليل التنافس داخل اي صناعة او داخل اي ايه، اي منتج او داخل اي خدمة ايا كان. بيساعد الشركات ان احنا نفهم هيكل السوق عامل ازاي، وبيبداوا ان هم يشتغلوا ايه، يشتغلوا فيه. طيب ايه هم برضو الفايف فورسز ده؟ طيب واحده واحده كده، انا مقسمها لك هنا في جدول، تمام. الفايف فورسز هي الخمس قوى زي ما قلنا. عندك القوة الأولى وتهديد الداخلين الجدد. الله، هم في منافسين ممكن يكونوا داخلين جداد وممكن يكونوا تهديد لينا، بطلع المنافسين اللي لسه داخلين جديد في السوق، لان المنافسين اللي لسه داخلين جديد في السوق هيقدموا ميزه تنافسيه، والميزه التنافسيه دي مش هتبقى عندي للاسف. اهو كل ما كانت العوائق قليله كل ما زادت الايه، المنافسه. يعني طب ازاي بقى، ازاي؟ هات لي دليل على الكلام ده. بكل بساطه لما يجي منتج مثلا يطلع ترند، يعني عارف انت المنتج لما في منتجات كده تطلع ترند، لما بتيجي تطلع ترند في ناس كتيره بتبدا تاخد المنتج ده وبتبيعه، فالمنتج سعره بيبدا ايه، يرخص للناس، فاهمني، لان حجم المنافسه بتاعه بدا يزيد. فده بيعتبر تهديد، او ده من ضمن الايه، النموذج الاول او القوه الاولى اللي اتكلم عليها. هل تكلفتك كصاحب بيزنس هتبقى عاليه، محتاج بادجت كبير جدا عشان تفتح براند او تفتح او يكون عندك منتج تسوق بيه، تمام. 2، تهديد المنتجات البديلة. هل في منتجات ممكن تحل محل المنتج اللي انت بتقدمه او الخدمة اللي انت بتقدمها وتقدم نفس الفايدة؟ ده يعتبر برضو تهديد. هل العميل ممكن يستخدم بديل ارخص او اسرع؟ هل في تطور تكنولوجي يخلق بدائل؟ هات لي مثال. الاي اي، الاي اي دلوقتي مش بيستبدل منتجات، ده بيستبدل ناس حرفيا يعني، تمام. 3، قوة تفاوض العملاء. كل ما زادت قوة العميل في المفاوضة كل ما كانت قدرتك انك انت تقلل على التسعير والتحكم. هل العملاء عندهم اختيارات كتيرة؟ هل بيشتروا بكميات كبيرة؟ تمام. ما انا بقول لك اهو،
الكلام ده كله بيأثر بشكل كبير جدا على الايه، على المفاوضة ما بينك وما بين العميل او السيلز باختصار يعني. طيب قوة تفاوض الموردين، لو انت بقى مصنع، المورد القوي يقدر يتحكم في الاسعار والجودة ويملي شروطه. هل في عدد قليل من الموردين؟ هل من السهل انك انت تغير المورد؟ ده بكل بساطة سؤال عشان اشرح لك وابسط لك الدنيا دي. طيب شدة المنافسة في السوق، هل المنتج ده من الريد اوشن ولا البلو اوشن؟ تمام. هل اللي عليه منافسة عالية ولا منافسة قليلة؟ كم عدد المنافسين؟ هل في اختلاف واضح ما بين المنتجات؟ هل السوق متشبع ولا لا؟ ده بكل بساطة جدول بسيط بشرح لك فيه الفايف فورسز بتوع ايه، بتوع مايكل بورتر. تمام. طيب الماركتينج بلان، البعبع بتاع الناس اللي هو يا لهوي انا هبني ماركتنج بلان، ده انا هجيب واحد يبني لي الماركتنج بلان، انا مش بعرف اعمل الكلام ده كله. بص يا سيدي المعلمين، طالما انت وصلت للمرحله دي انت تقدر تبني ماركتنج بلان. ايه هي الماركتنج بلان اصلا؟ انك تعرف المنافس بتاعك، تعرف انت شغال ازاي، ايه هي نقاط القوه، ايه هي نقاط الضعف، ايه هي الاستاتيك بتاعتك. يعني ايه استاتيك؟ الميزه التنافسيه بتاعتك يا باشا. طبعا اقدر اعمل ميزه تنافسيه ازاي؟ اعمل خصومات، اعمل عروض، دي ميزه تنافسيه. سعرك ميزه تنافسيه، منتجك ميزه تنافسيه، المكان بتاعك، الماركتنج ميكس عامه. تقدر تطلع، مش ما تقدرش انت تطلع ميزه تنافسيه منهم كلهم، لا انت تقدر تطلع ميزات. والله انت ممكن يا عم سيبك من الماركتنج ميكس، انت ممكن تعمل ميزه تنافسيه من الكونتنت اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا، من المحتوى اللي انت بتقدمه. دي من ضمن برضو الجزئيه دي. تمام. مش عشان كده قلت لك في السيشن بتاعت الماركتنج ميكس ممكن الفور بيز دي او السيفن بيز اللي احنا اتكلمنا عليهم ممكن يبقوا 8 او 9، يزودوا بقى السوشيال ميديا والكلام ده كله. عشان كده هي بتختلف على حسب العصور يعني. فدي من ضمن القضايا يعني اللي انا متاكد مليون المية انها هتختلف اختلاف كبير الفتره اللي جايه. تمام. الماركتنج بلان، طيب انا عايز ابني ماركتنج بلان. بص يا سيدي المعلمين، انا هوريك نموذج دلوقتي وانت تقدر ايه تعرف تبني الايه الماركتنج بلان بتاعتك. بص يا سيدي، ده كده تمبلت انا عملته على كانفا. تمام. تقدر ان انت بكل بساطه تغير فيه وتعدل فيه براحتك. تمام. ده نموذج لخطه تسويق انت ممكن تستخدمه. تمام. هبدا واحده واحده اشرح لك هي خطه التسويق دي بتشمل ايه او يعني او بتحتوي على ايه. خليني بس قبل ما اشرح، انا محتاج انوه على حاجه مهمه جدا جدا جدا. هل خطه التسويق دي انا بعملها في يوم وليله؟ هل انا خطه التسويق دي ممكن تقعد معايا اسبوع، ممكن تقعد معايا 30 يوم، ممكن تقعد معايا 40 يوم؟ على فكره الماركتنج بلان والماركتنج اناليسز والله العظيم يا جماعه ما بتاخد يوم وليله. اوعى يضحك عليك كصاحب بيزنس لو انت لسه داخل في السوق. حلو. وواحد يجي يقول لك انا هاجي اعمل لك خطه تسويق وحاسبني $80، هعمل لك خطه تسويق محترمه، هعمل لك دراسه جدوى والكلام ده كله. يا جدعان ما تصدقوش الناس دي. انا عشان ابني خطه تسويق صح، دي بنسميها كده يعني، ده كده اللي هم ال10 ورقات دول هي خطه تسويق مبدئيه، ما اقدرش اشتغل بيها او احط عليها اهداف. انا خطه التسويق دي بتتبني على ايه؟ اولا كده لو انت لسه داخل في السوق او لو انت لسه معاك المنتج وداخل، او ممكن تمام تبدا انك انت تعتمد على الحاجات دي. ولكن لو انت بقى شركه اوريدي وليك كيانك وليك وضعك وليك البادجت بتاعتك وليك حجم في السوق، بس بيحتاج انك انت تعمل ماركتنج بلان والكلام ده كله، عايز تبدا انك انت تعمل ماركتنج بلان مثلا لسنه 2026، واخد لي بالك؟ طبعا لازم يكون في تايم لاين. انا في خلال شهرين لازم اكون محقق كذا، في خلال شهر لازم اكون محقق كذا، ولازم يكون لكل سيكشن خطه لوحدها. انا مثلا شركه استشارات هندسيه او شركه انتيريور ديزاين، بعمل مثلا خطه لمجال التصميم الداخلي، خطه لمجال التصميم الخارجي، خطه لمجال الاستشارات الهندسيه. تمام. كمان اعمل خطه لتيم السيلز، هدف ليهم يحققوه في الشهر. فالبرزنتيشن ده بيحتوي على ايه؟ او انت كصاحب بيزنس او كميديا باير او كمدير تسويق، انت لازم تعمل برزنتيشن زي ده. تمام. توضح فيه كده وتنظم دنيتك. تمام. انا البرزنتيشن ده هتكلم فيه عن التحليل. تمام. التحليل احنا اتكلمنا عليه، الميزه التنافسيه بتاعتي، التحديات، ايه هي الحملات اللي انا هستخدمها على مدار الشهر، وده اللي دي اللي بحددها طبعا مع الميديا باير.
تمام. استراتيجيه التسويق اللي انا هستخدمها، ايه هو التايم لاين بتاعي، الجدول الزمني، توقعات اللي ممكن، قياس النجاح. تمام. انا ايه هي الحاجات اللي حصلت بحيث ان انا من خلالها اكون عارف ان ده كده انا نجحت، انا كده دي الكي بي ايز بتاعتي خلاص. تمام. تاني حاجه معايا تحليل الشركه، ايه هي الانجازات اللي احنا حققناها مثلا على مدار السنين اللي فاتت، ايه هي الثقافه بتاعتنا او ايه هي الرساله بتاعتنا، ايه حصه السوق بتاعنا. تاني حاجه ايه هي ميزانيه الشركه. تمام. حجم سوق الشركه، ايه هي الميزه التنافسيه بتاعتنا، بنقدر ان احنا نطلع الميزات التنافسيه بتاعت الايه، بتاعت البيزنس بتاعنا. ميزه واحد، ميزه اتنين، ميزه تلاته، لو عندك كذا ميزه ضيف يا باشا، ده تمبلت جاهز اهو. ايه هي الاهداف، ايه الاهداف بتاعتنا. تمام. ايه هي قياس معدلات النجاح بتاعنا. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، احنا بنتكلم على ماركتنج بلان عامه، مش ماركتنج بلان تفصيليه. ماركتنج بلان تفصيليه يا باشا انت بتروح لكل بوزيشن زي ما قلنا. تمام. البوزيشن الاول زي ما قلنا تيم المبيعات، البوزيشن الثاني الاعلانات الميديا باير، البوزيشن الثالث الشركه ككل، السيلز اوف لاين، الافلييت ماركترز. تمام. انت بتخش في تفاصيل البيزنس اللي بيحرك يعني الجزء او جزء التسويق كامل، انت بتحركه وبتحط ليه مقاييس نجاح. الكلام ده كله انا ممكن اعمل كي بي ايز خاصه مخصصه، فاهمني. طيب الجزء الثاني السوات اناليسيس بقى، نقاط القوه، نقاط الضعف، الاوبورتونيتيز، الثريتس. تمام. بعد كده طبعا لو انت عندك فريق تسويق تحط صور وكده يا باشا، لو انت عندك مش عندك عادي ممكن تشيل السلايد دي وبس كده وشكرا. اخبرنا اذا كان لديك، لو انت طبعا ايجنسي او تيم تقدر انك انت تستخدم الايه، التمبلت ده. اعتقد الامور واضحه كده صح. تمام. اللي انا عايزك تفهمه ان الماركتنج بلان، تمام، هي الطريق او الخط اللي انت بتمشي عليه. وخلي بالك مش اي شركه او مش اي بزنس يعمل ماركتنج بلان. احنا زي ما قلنا في ماركتنج بلان ممكن تقعد معايا شهر، ممكن تقعد معايا شهر، والله في ماركتنج بلان ممكن تقعد بالشهور عشان اقدر اطلع انسايت. تمام. فالموضوع هو محتاج الصراحه يعني عشان اكون صريح معاك هو محتاج كورس لوحده، بس انا بديك الايه، النقاط اللي هتفيدك يعني اللي هو في الاول الاساسيات البيزكس. تمام. طيب طبعا التمبلتس والكلام اللي احنا وكل الادوات او التولز اللي انا اتكلمت عليها في السيشن دي ان شاء الله تبقى موجوده تحت في الديسكريبشن بتاعه السيشن. الحاجه بقى احنا كنا بنتكلم عليها بقى الماركتنج استراتيجي الاستاتيك بتاعتنا، احنا نقدر نبني استراتيجيه ازاي، ابني ازاي ماركتنج استراتيجي، ابني ازاي استاتيك واضحه. بص يا سيدي المعلمين، الاستراتيجي ما هي الا فكره، ما هي الا فكره، فكره التسويق بتاعتي، فكره المنتج بتاعي، فكره الميزه التنافسيه. بص انا اختصرتها لك في الرسمه دي. الماركتنج استراتيجي تمام بتبقى في الكونتنت، المحتوى بتاعك، استراتيجيه المحتوى بتاعك اللي بيكون على السوشيال ميديا يعني البوستات او الريلز او ايا كان. تمام. الويب سايت بتاعك، الايميل بتاعك، اللينكس. يعني ايه اللينكس، انا ازاي ايه استراتيجيه اللينكس دي مش فاهم. اللي هو مثلا لو انت مثلا دي من ضمن استراتيجيات التسويق، يعني لو حد مثلا بعت لك اللينك ده فهو يعتبر هياخد خصم 50% او هياخد مثلا الخدمه دي ببلاش. فانت لو بتلاحظ بتلاقي في ناس زي التيك توك مثلا، التيك توك كان جه فتره وقال للناس انتوا هتاخدوا مبلغ من المال لما تيجي تبعت رابط الإحالة بتاعك لغيرك عشان تاخد مبلغ بالدولار. انا مش فاكر الصراحة المبلغ ده كان بكام، بس يعني دي كانت من ضمن الاستراتيجيات صح. تمام. ممكن تستخدم استراتيجيات كتيرة قوي باللينك، من خلال اللينك بتاع الويب سايت بتاعك او من خلال اي لينك عامة، يعني لينك البوست، لينك مثلا لينك جوجل ماب ايا كان. وطبعا الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن اللي هو تحسين معدل النقر الاورجانيك على الويب سايت بتاعك. تمام. فدي بكل بساطه الماركتنج استراتيجي هي فكره في كل جزء في الماركتنج بتاعك، في التسويق بتاعك، في الجزء، في كل جزئيه انت بتماركت منها. تمام. ليها استراتيجي. بس ده باختصار الماركتنج استراتيجي. الماركتنج استراتيجي فكره، طلع فكره، انت كده عملت استراتيجي خلاص. بس يا معلم، ولا بقى كلام واللي يقول لك ده انت لازم تعالى اعمل لك ماركتنج استراتيجي ب $100 و$200، ده انت لازم تستشيرني علشان ايه يا عم الكلام ده، انا بسمع كلام بجد يعني بيموت. فده باختصار يعني ماركتنج استراتيجي. تمام. وبكده ختمنا السيشن بتاعتنا.
اتمنى ان هي تكون سيشن، يعني انا عارف ان هي طويله جدا والسيشن اللي قبلها طويله جدا، بس والله هي السيشنز اللي في الاول دي لازم أن تكون كده فيها الفايده. وان شاء الله باذن الله تكون انت استفدت بشكل كبير جدا من السيشن دي. كل الماتيريال وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها موجوده تحت في الديسكريبشن السيشن دي. اتمنى اكون انا غطيت لك يعني على قد ما اقدر من البيزكس اوف ماركتنج. فان شاء الله باذن الله في السيشن اللي جايه احنا هنتكلم عن حاجتين برضو مهمين جدا. فان شاء الله باذن الله تكون انت استفدت استفاده كبيره، واستناك في السيشن اللي جاي.